مش تاخدي بالك؟ سوري سوري. طوالي. أنا إبراهيم عبادة محمد عبادة، شاب زي أي شاب بسيط، كان نفسه يبقى كابتن كورة، بس الحقيقة الكورة ما كانش نفسها خالص. يا رب كرمنا. حبيبتي يا توتة. انت سواق جديد؟ يا اختي قبيلة عن ام وعسلة. انت سواق جديد؟ ايوه انا السواق. الله. طب بقول لك ايه؟ شكلك كده طيب وابن حلال وشهم وعسلة. عايزاك كده تبقى عسلة. تبقى ايه؟ عسلة. وتيجي تاخدني بس من الميدان اللي على اول الشارع، لحسن الدنيا صيام وانت ما يرضكش، ورمضان كريم يعني بقى. واوعدك رمضان يخلص وانت تلاقي سندوتشات وعصير وكله تحت امرك. عصير؟ اسمها عصير؟ هتمشي قابلة عن امه. انت سواق جديد؟ ايوه انا السواق. انت بقى من سناء المشرفة؟ وعذراء. وانت ايه؟ اعذر؟ اعذر؟ اسمها اعذر؟ ما اقصدش يعني، اقصد انت عذراء. عذراء؟ ده منظر عذراء؟ ايوه عذراء يا اختي. مش متجوزة. وسعي بقى كده شوية. ما تعدي، ما الدنيا واسعة. وسعي شوية كده بقى، رمضان كريم. الله أكرم، الله أكرم، الله أكرم، الله أكرم. جميلة. رجعلك يا عسل. يلا حبيبي. ما نزلتش ليه؟ انا مكسوفه انزل، عملت بيبي. عملت ايه؟ بيبي. بيبي 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 بيبي. استنى جاتي فكرة. اعمل نفسك بتشرب والميه وقعت عليك. ده واقف فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بديك تشرب تقع على نفسك كده؟ شخيت. ايوه قدام الريستوران. ايه ده؟ بس ده مش معناه ان انت تكلمني يا نسا
يا ميس ممكن افهم انت كده عرفت قفلت كل الطريق الحاجات دي علينا. عني ازاي؟ يا نسا. ايوه طبعا رايحه شغلي. يا حاج. على فكره انا مش انت يا بت خش جوه ولا تقعي. يا ساكش خلعتني صدقت كدبتك. تعالي تعالي هنا. احنا مش قلنا نلبس في الحمام؟ انا اسفه والله يا هيما، بعدها لسه ما اعرفش مواعيدك. بعدين الواد صابونه جه خبط على الباب بس انا ما رضيتش افتح له، والبت عليا النهارده في المدرسه تقفش بقلم روج، والبت سهام بقى وجدعنتها. بس استنى يا هيما، والست عليا جارتنا اللي تحت حكت لي على علقه بنتها لما جت متاخره وقعدت ترغي لي. خش جوه خش جوه. افتح يا هيما. الرغي ده. افتح يا هيما. هتفتح يا هيما ولا اكسر الباب؟ يا عم انت بتكلم مين يا عم؟ انا واقف قدامك بقالي ربع ساعه. فيها صابونه الدنيا صيام. فين يا هيما اللي اتفقنا عليه؟ قلت يومين وبقينا سنتين. انا ساكت عليك بس عشان عدم التربه. يا عم فلوسك هتجيلك يا عم بالراحه شويه، وبعدين اهدى عشان خاطر شنب. انا اللي عندي خلص. بيس يا مان. بيس يا سوبرمان. بعدين زيدان ده ولا ايه؟ لا صابونه يا هيما. صابونه؟ طيب اتزحلق بقى. مين يا هيما؟ ده الواد صابونه عامل لي خارج من فيلم رعب. هيما يلا عشان الاذان قرب وعامل لك حته فطار تحلفي بيه. بس بلاش والنبي يا هيما اكلك المعكعك ده. فاكر الحقنه الشرجيه اللي خدها عم ملاك بسبب اكلك؟ بقول لك ايه يا هيما، يلا والنبي الفطار بقى، احنا صايمين ومش هنستحمل. يلا يا هيما يلا، انت بترغي كتير كده ليه كل شويه دو كده ليه؟ ايه بقى مالك؟ قفشه كده ليه؟ على فكره مش ازمه خالص ان لما حد يعجب بحد انه يحاول انه يتعرف عليه. بس الازمه بقى ان انت تبقى بتطاردني مش بتتعرف، وانا ما بحبش الطريقه دي لو سمحت. اوكي انا اسف على الطريقه، واوعدك ان انا مش هضايقك خالص، بس ارجوكي ادينا فرصه ان احنا نتعرف على بعض. انا هسيبك دلوقتي بس هكلمك تاني عشان لازم نتكلم. ممكن تقولي انت عرفت بيتي منين اصلا؟ اللي يسال ما يتوهش. هكلمك تاني ومن غير اي مطاردات. ممكن نفطر سوا؟ ايه الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ محمود يا رجاله، اخبار المزاج ايه؟ ايه يا عم هيما؟ ايه؟ مش تبارك لي؟ على ايه؟ مراتي حامل. يا راجل من مين؟ ايه اقصد يعني عرفت تجيب بنت ولا ولد؟ لا والله سايبين على الله. ونعم بالله يا عم حسين. الف مبروك. على هيما. واقفه بتعملي ايه؟ كنت بجيب السحور يا هيما، كنت بجيب السحور يا هيما. اطلع يلا حصلي. حاضر. بتلعب حلوة يا هيما، بتلعب حلوة يا ولا. انت بس ما كنتش تربط حادثة والدك ووالدتك بالكورة، كان زمانك دلوقتي بقيت كابتن كبير في المنتخب. بايظه ها؟ مش راضية تدور. بقول لك ايه؟ ما تبيع وتشتري توك توك. اخرج. حمدي أريد أي شيء آكله. اكله. برافو. هذا قليل من اللبن اشربي. برافو. يلا عيدوا تاني لغايه ما تحفظوا. يلا يلا يا ليلى، يلا يا ملك. قول لي بس انت قافل نص الدكان كده ليه؟ عشان ما اجرحش مشاعر اخواتنا المسلمين. اصيل. قلب الفول قلب الفول. كمان عارف انا عمري في حياتي ما شربت نفس سيجاره ولا بق ميه قدام حد صايم. ناولني الميه بلا. ده على اساس ان انا مجوسي؟ مجوسي ايه يا جدع؟ انا ابراهيم يا ملاك، ابراهيم. ايه مالك يالا؟ مزنوق في فلوس؟ قول يا ابراهيم. فلوس ايه يا عم؟ يا عم ارحمني بقى، ارحم معدتي. امال مالك يعني؟ لا بتعدي عليا زي زمان ودايما سرحان. الشغل بقى يا ملاك،
قمر. الله يخليك. يا عم مش انت يا عم، بقول لك قمر. وتقول لي شغل على بابا؟ شغل ايه اللي ياخدك مني ده؟ شكلك يعني. ايوه يعني. براحتك يا عم حرام عليك بقى، حرام عليك بقى يا عم. انا ماشي، خليك قاعد. هقفل انا الباب عشان ما تجرحش مشاعر اخواتك الصايمين. كتر خيرك. اضرب اضرب. ماشي. الله، ده صايم. مش غريبة دي، مكان فاضي خالص. اصل انا ما بحبش حد يبص لي في الاكل. كده بقى مش غريبة. يبقى انت بقى انت اللي ما ينفعش تبقي مع اي حد، عشان انت مش اي حد. انت مريم، وانا بقى شايف ان الدنيا دي كلها ما تسعش غيرك. بص بقى يا حسام، قبل ما تكمل في السكة اللي انت ماشي فيها دي، اللي خلاني اقابلك النهارده كلمة بابا قالها لي، اني ما احكمش على حد غير لما اعرفه كويس الاول. الاذان ادى، انت مش صايم ولا ايه؟ رمضان كريم. الله اكبر. قولي لي يا مريم، هو بابا عارف انك انت معايا دلوقتي؟ انا ما بعملش حاجة اتكسف احكيها له، وعمري ما خبيت عليه حاجة. عارف. انت عارف حاجات كتير قوي. انا كل اللي اعرفه عنك اللي الناس كلها تعرفه، بس انا بقى دلوقتي عاوز اعرفك انت، اعرف مريم اللي ما حدش يعرفها خالص. ليه بقى؟ عشان هتجوزك. يلا يا توته، مدرسة مدرسة. يلا رياضة، همة، نشاط. توته توته، تعالي لي بقى. ايوه يلا بقى، حات ابوك. يلا يلا عشان ما تعرفش على المدرسة منين. ايوه يلا، فين وشه؟ ايوه. حرام عليك يا شيخة، ده لو ميت كان استفز من اللي انا بعمله. سلام. لا يعني عشان انت اجازه يعني تطلع عيني وبس. 10 دقايق كمان، 10 دقايق كمان. طيب وادي ده انا. لا خلاص، هصحى والله. اصحى بقى. هصحى. هصحى. وبعدين يا ايما، يعني انا بصراحه مش فاهمه اشمعنى انتوا اجازه جمعه وحد واحنا جمعه بس؟ مستويات يا بيئة. يلا البسي بسرعة لغاية ما احضر لك الجدول. ايه ده؟ انت ما لبستيش؟ انا اصلا هنزل الصيدليه. صيدلية؟ هنزل اشتري حاجه من الصيدليه. حاجة ايه يعني؟ يعني هنزل اشتري حاجه يعني. زي ايه يعني؟ يعني يا هيما هنزل اشتري مثلا حاجه بنات يعني. حاجة بنات؟ طب ما انا عارف. خش عندك جوه جنب السرير، هتلاقي حاجة البنات، عشان تعرفي ان حبيبك هيما يعرف كل حاجات البنات. على فكره يا هيما، انت غلس قوي، وانا مخصماك طول الدنيا دي كلها. يا سلام. نسيت يا هيما، كنت محتاجه مصاريف المدرسه. هتلاقي عندك في الشنطة. كبرت يا بت، تكسفي مني. هتشتري ايه بقى؟ ايوه حاضر. الله، جايه بالراحه عليا. مين؟ هيما، اتفضل. يبقى اخوكي مش جوه. بصي بقى، انا كنت اجيب له الفلوس. لا جوه يا صابونه. تعالى بس يا هيما، تعالى يا هيما. ادخل يا حبيبي. صابونه شفت جوه اهو. تعالى بس يا هيما، تعالى يا استاذ صابونه. تعالى بس يا هيما جنبي. تعالى اقعد يا هيما. اقعد يا هيما. اعمل لك شاي؟ الله يخليك. شكرا. طب سحلب؟ الله يكرمك حبيبتي. طب قرفه؟ الله يقرفك. ايه يا هيما؟ اخوك لو دخل وشاف المنظر ده هيفهم غلط. يا نهار ابوكوا اسود. صابونه، انتوا بتستحولوني؟ مش انا يا اخويا، السيف اللي الوطي عليه الادب ده بيتحرش بيه. يتحرش بكي ورحمه رشا مين يا صابونه؟ ماما رشا هيما، نسيتها؟ الست اللي كان خيرها مغرق اهل الحته كلها. تروح فين انت جنب حنيه ماما رشا؟ الله يرحمها، كانت ست عطاءه. اسره هتتجوز غرام، يعني هتتجوزها، ويا دار ما دخلك شهر. احنا علينا الشقه وانت عليك السخان والكولمان واللابتوب والايبود. ماشي يا هيما؟ يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. الفاتحه دي على رحمك يا صابونه. بنت يا هيما، الواد غرام كان هنا؟ عملت بيبي يا هيما. عملت ايه؟ بيبي. بيبي؟
تاني؟ انا خايف اطلع. خايف تطلع؟ ليه خايف تطلع؟ مش بابا وماما فوق؟ لا، بابا عند ربنا. بابا عند ربنا؟ ربنا يرحمه. طب هو خايف تطلع ليه؟ هو مين في البيت؟ مدينة. مين مدينة دي؟ الدادة بتاعتي. الدادة بتاعتك؟ طب هو خايف منها ليه؟ كده عشان بتقعد تضربني وتزني وتشدني من شعري. تشدك من شعرك؟ حبيبي لا ما تخافش منها. اطلع انا اوصلك؟ ماشي. استنى تعالى. محدش يبص هنا، بص هناك. انت متأكد ان بابا عند ربنا؟ اه؟ طيب هنقعد هنا شوية. تعالى بقى ما تبقاش رخم بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش انا اسف جدا، واضح ان حضرتك تعبانه. ان بعد الظن لازم مش تقولي ان ماما تعبانه. يا نهار اسود، عملت ايه؟ عملت ايه؟ هيكون عمل ايه؟ عمل عصير، عمل زي الناس. الولد ده مريض ولازم يروح للدكتور، كده بقت الحكايه مش طبيعيه خالص، كل شويه يعملها على روحه. خديه يا مدينه، خديه. تعالى هنا. بالراحه بس بالراحه. حضرتك مامتي صح؟ ايوه. اتفضلي. على فكره ابن حضرتك ما فيهوش اي حاجه ومش مريض. الست دي بتضربه وبتخوفه وهو بيكرهها. هو اللي قال الكلام ده. الحاله النفسيه اللي عنده دي هي السبب فيها. يعلم بكره هيكره مين تاني. خد يا اخويا التيشيرت بتاعك. اغسليه يا اختي وابعتيه مع بكره. وتنادي وبحلفك تجي يا حبيبي وتنادي وساعتها هتلاقيه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ وايه اللي بتعلموه للولاد؟ ايه ده انا مش فاهمك خالص. بالذات ما انت مش مكسوفه من نفسك. مش مكسوفه؟ اتفضلي يلا على فصلكم. انت تعالى هنا. رايح فين؟ على فصلكم. فصلكم مين؟ حسابك معايا بعدين. وبعدين على فكره انا ما بحبش حد يتفرج عليا وانا بشتغل، فاهم ولا لا؟ وما بحبش الاستظراف. انت عبيطه يا بت ولا ايه؟ اوعي تلمي الولاد حواليكي تاني، مش عايزين عبط. الرؤية ظهرت بس يبقى العيد بكره. جيبها بسكوته ولا حته كحكايه حلوه زيك. رحمه حلوه. الرحمه دي تفرقها على رقم. عملت الكحك يا غريبه وتمختر انت بالسجات. يا عم الحلو رمضان كريم وانت نجري على بيتكم وبيظبطي مشيتك. حاضر يا سيدي. سلام عليكم. سابونا. انت بتهرب مني يا هيما؟ على فكره انت مش وش جواز ولا تؤتمن. بلاش جواز، فين الايبود؟ انت جيت في وقتك، انا كنت لسه انا وعم ملاك بنجمع عشان نجيبهولك. ملاك قولي الحق، البت غرام اختي كانت هنا من شويه؟ الصراحه ظلمتك يا غرام، اما اروح اصلحها. السلام عليكم. سلام. بقول لك ايه، لو عندي عيد ميلاد وعايز اجيب هديه نعم ما تعرفش اجيب ايه؟ مس مريم يا عم انجز بقى، اعمل خبره وقول لنا. قول عيد ميلادي امتى وانا اظبط لك هديه تمام. هو المفروض بكره بس انا هشوفها بعد العيد. يبقى قطه. قلب الانثى قطه. قلب الانثى قطه. حلو. انا بس مش جاي عشان اعطلك. بتعطليني ده ايه؟ يا ريت كل العطله تبقى كده. انت على طول كده ردك جاهز على كل حاجه. انا دايما جاهز. المهم انت وصلتي هنا ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش. بص اتفضل. ايه ده؟ انا قابلت الورد بس دي مش هقدر اقبلها. انت ليه مش عايزه تدينا فرصه نقرب من بعض؟ بالعكس انا مديه فرصه للاخر. صح. برفض الهديه مش كده؟ حسام حاول تقرب من عقلي. لو كنت فكرت شويه صغيرين كنت فهمت ان الورد كان كفايه قوي. انا كنت بحاول اديلك قيمتك. قيمتي؟ ميرسي. الله الله يا ست توته، هو ده العيد؟ ابوكي مات وساب لنا البيت عشان نفتحه مرقص؟ بتضحكي يا هيام؟ والله لا اقول لامك. كحك العيد اهو. ماشي. الله 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 الله. يلا مش رغاية خالص، مش نكدية خالص. انا كان مالي ومالي البوتاجاز والخاص بقى بكام؟ يا ست انا عايز انام.
مش رغاية خالص، مش نكدية خالص. انا كان مالي ومالي الجيران وسعاد وجوزها هشام، يا ست انا عايز انام. ودي مش رغاية خالص، ودي مش نكدية خالص. كده برضو يعني تنسي طبيخي كده ومسح الحمام، يا ست انا عايز انام. ودي مش رغاية خالص، ودي مش نكدية خالص. ده انا فوق حبيبك هيما يا بنتي بقى اسمعي الكلام، يا بنتي اسمعي الكلام. ودي مش رغاية خالص. تبقي اتجننتي لو عملتي كده طبعا. وابقى مش مريم لو عملت غير كده. وبعدين مين ده اصلا عشان اقبل منه عربيه هديه؟ انت فاكره ايه يا بنتي؟ الله، ايه الهدايا الحلوه دي؟ ميرسي يا ولاد قوي، ميرسي على الهدايا الحلوه دي. يلا على الطابور بقى، يلا 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 يا بنات، يلا بسرعه. مس مريم طبعا وشياكتها. لبس العيد ده امورنا. كل سنه وانت طيبه يا مس مريم. وانت طيب يا ابراهيم، ميرسي. على فكره انا كنت ناوي اكرمش 50 جنيه واديها لك في ايديك كده، بس انا قلت اجيب لك حاجه تتسلي بيها يعني، مفاجاه. حاجه بقى قطه. الله يخرب بيتك يا ملاك، فضحتني قدام المدرسه. قعدت تقول لي قلب الانثى قطه. قطه. قطه عندها فوبيا من القطط. يا هيما يا هيما، الحب ما بيدراش، الحب فضيحه. هي اكيد واخده بالها منك. واخده بالها مني ايه يا عم؟ اللي زي ملوش في الكلام ده، بعدين احنا حبينا مره وخلصت. ما تضحكش على نفسك يا هيما. مش احسن ما اخلي الناس تضحك عليا؟ حتى لو كلامك صح ما ينفعش. هي من دنيا وانا من دنيا تانية. فكك من الكلام ده يا هيما. اللي يحب ما ينفعش يتكتف ويموت احساسه جواه. انا شكلي نسيت نفسي يا ملاك، واللي زي لو نسي نفسه واتلهى يضيع. احمد ربنا اللي يشوف بلوة غيره. انا من يوم ما مراتي سابتني وهربت وانا ضعت، يا ريتها مشيت لوحدها، انما خدت قلبي، خدت حته مني، حرمتني من بنتي 25 سنه. يا ترى شكلها بقى ايه دلوقتي يا هيما؟ من يوم ما هربت وانا حسيت ان انا عايش بره الدنيا. اهو بتوه في كلمه حلوه مع اي واحده حلوه. تفتكر ان انا هشوف بنتي قبل ما اموت يا هيما؟ هتشوفها ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. صلي على النبي بقى. عليه الصلاه والسلام. ايوه يا مدام، معلش انا اسف، بطيس في وقت مش مناسب، بس ابن حضرتك تعب قوي بقى سخن مره واحده. سخن ايه؟ اسمها سخن الله يخرب بيتك. لا مش حضرتك طبعا، ما ينفعش ارجع دلوقتي، ده الدنيا زحمه جدا. رخصك؟ صباح الفل يا باشا. انا بقول يعني ملوش لزوم سحب الرخص يعني، بعدين ما عملتش حاجه يعني. الموبايل يا خفيف. معلش يعني، ولد صغير بس كان تعبان، كنت بطمن والدته يعني. خلص يا ابني احنا مش فاضيين لك. يا باشا لو سحبت الرخص احتمال اكل عيش يتقطع، يرضيه كده؟ طب تاخد الموبايل؟ وكمان خفيف، رخصك خلص يا ابني. بس يا ولاد اسكتوا. يا فندم الواد سخن جوه وعمال يرجع، انا قلت لامه بلاش يجي النهارده، هي ما سمعتش الكلام. بس اوعدك يا باشا انا لما يبقى عندي عيال واتجوز. اتجوزوا؟ قاعد بتحب لي في الاتوبيس؟ خد يا ابني، لما تحب تتكلم في الموبايل ابقى اركن على جنب. ما تزعلش نفسك يا هيما وحياتي. ما تزعلش نفسك، انت ما غلطتش. في ناس عندها نقص شويه بتحب ترسم نفسها. انا مش مصوره ان لسه في ناس كده يا ساتر. لا والله يا ليلى، اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يشوف يبقى نظره كويس.
حلوه. انت سمعت اللي حصل؟ حصل يا فندم. حصل وطحينه. وطحينه منه كمان. الله يخرب بيتك. يا ابراهيم ايه اللي جابك؟ الرخصه اتسحبت. لا انت بتهرج. بهرج القميص من بره. والله يا فندم انا سمعت ان دم حضرتك خفيف، انما انا فوجئت الحقيقه، فوجئت جدا يعني مش بالطريقه دي خالص يعني. عشان صحيح يا ابراهيم، جهز نفسك عشان هتروح رحله لوادي الريان كام يوم كده، عشان عم عبده تعبان وانت هتروح مكانه، فاهمني؟ وادي الريان؟ تعالى. خليك. بقول لك ايه؟ عايزك في موضوع مهم. عايز فلوس؟ خد يا عم فلوس ايه؟ انت لاقي تاكل؟ بقول لك ايه؟ في سواق في المدرسه تعب واعتذر عن انه يطلع الرحله، اختاروني انا اطلع رحله مكانه. وانت عارف ما ينفعش اسيب توته لوحدها. بس بيني وبينك الموضوع فيه مصلحتين حلوين قوي. اول مصلحه في قرشين كويسين وكويسين قوي كمان. تاني مصلحه اني هشوف القمر مس مريم يعني. وانت عارف ما ينفعش اسيب توته لوحدها، ساعات بتتعب ولازم ابقى جنبها. ما تقلقش، انا اكلمها. وبعدين ده هي لو قالت تلاقيني فوق في ثانيه. ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا. بس اهم حاجه تاخد حاجه معاك للقمر. هديه يعني؟ اجيب لها ايه مثلا؟ بص، هو قلب الانثى. يا عم الانثى بتاعتك دي والقطه كانت هتودينا في داهيه. تشتقلي يا حلوه ياللي ومستحمي وتشتقلي. ما تنشري ده. طيب شفت ايه يا مان على قد الحال. يعني مش نظيف وانت صوتك وحش. يا أزمة. ايه يا معلم؟ توته ما جابتش سيره الموضوع وانا لازم اسافر الصبح. انت شكلك كده بعتني يا معلم وهي دخلت نامت. انا كلمتها وظبطتها، دلوقتي هتكلمها. الو، انت رحت فين؟ هيما يا هيما. ايه في ايه؟ يلا قوم عشان تحضر الشنطه. شنطه ايه؟ شنطه الرحله. رحله ايه يا بنتي؟ رحله وادي الريان يا هيما. لا انا مش رايح. من امتى يعني بسيبك لوحدك؟ لا ما ينفعش، ده شغلك وما ينفعش تسيبه. وبعدين عم ملاك كلمني وفهمني على كل حاجه وهو هياخد باله مني. يا سيدي التليفون موجود، ما تخافش، اخوك راجل. بحبك قوي يا توته. عارفه يا توته، انا مش هرتاح في حياتي غير لما تكبري واشوفك عروسه جنب عريسك في كوشه. يا رب يكون شاء. كفايه بقى، انا الدمعه فرقت من عيني. بس كده الماده الفعاله تقريبا معدومه، والادويه اللي متقدمه لنا تأييدها غير اللي جاي عندنا بجواب المناقصه. الفرق بين الطلبيه اللي في المناقصه والطلبيه اللي معاك. خير يا ابراهيم. صباح الفل يا مستر. اتفضل. مفيش نكته علينا كده؟ تحب اقول لك؟ لا بلاش. طيب خلي حاضر. صباح الخير يا اسطى ابراهيم. اسطى؟ في حاجه ولا ايه؟ في حاجه. احلى اسطى في الدنيا. عنك انت. يعني ايه تسافري فجأة؟ ايه الرحلة دي طلعت شيطاني؟ ما كنتيش تعرفي عنها أي حاجة؟ لو سمحت، انا اصلا ما ينفعش اتعامل كده خالص. هو فاكر جاي من الشارع؟ انت فاكرني جاي من الشارع؟ اصل لو حاسس بالنعمه اللي في ايدي. ما انت لو حاسس بالنعمه اللي في ايدك. ده راجل زباله. انت راجل زباله. الزباله بقت في اي حته في الشوارع كده، وبعدين الموضوع بقى سخيف جدا، اي حد يرمي زباله في اي حته. الولاد ابن الخال والبنات يفرشوها.
بنته كويس ويرتبها. واحد عشان يعمل تليفون يعني يعمل ايه؟ على فكره ما تحاولش، مفيش ارسال هنا خالص لو طلعت السما حتى. لازم 5 كيلو عشان تلاقي شبكه. 5 كيلو؟ بس انا عايز اطمن على توته ومش عارف اعمل ايه. على فكره انا ما سالتكش عايز تطمن عليا. هو مفيش ارسال في الحته دي خالص؟ انا اسف جدا جدا والله ما اقصد، معلش انا اسف. على فكره انت كل مره تعمل كده وبرضه تقول اسف. والله ما اقصد، على فكره ده مش مني، انت مربكه قوي على فكره. نعم. انا اسف. مربكه؟ معلش انا اسف والله العظيم. خلاص عشان تتكلم لازم تمشي كده 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 يعني مش كده كده كده. ايوه كده. ازاي بس بعد اذنك كده اهو كده. كان في راجل طيب اسمه عم عباده، خد في يوم مراته وولاده وراح البلد عشان يبيع حته الارض اللي حيلته عشان يساعد بيها ابنه. طب وده ايه علاقته بيك؟ علاقته بيا بقى ان هو راجع اتقلب بيهم البيجو ومفضلش منهم الا فاطمه، ومن يومها اخوها عامل قرد عشان يساعدها، وهي بقت احلى حاجه في حياته. الو توته، لحظه واحده اتفضل. دي بقى يا ستي فاطمه اللي حكيت لك عليها. الو يا توته، والله العظيم مشيت على رجلي 5 كيلو عشان اعرف اكلمك. الو وانت كمان. يا بابا ازيك، وحشتني. لا يومين ان شاء الله. ها طيب ماشي، خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبي، هتوحشني. باي باي. في حاجه يا مس مريم؟ انت ما سمعتش صوت حاجه؟ زي ايه؟ صوت قطه. قطه؟ صحيح انت عندك فوبيا القطط. يا ريتها جت على صوت القطه وبس، ده من شويه كان في سلعوه معديه من هنا. المنطقه دي مريبه. تعالي اتفضلي يا مس مريم، اتفضلي اقعدي شويه، كلها 3-8 ساعات والقطط كلها تمشي. ماشي اتفضلي. ها تشربي ايه؟ اي حاجه. اطلبي اي حاجه هتلاقيها. شاي. مفيش الحقيقه، الحاجه الوحيده اللي انت كنت بتقرا ايه؟ ده كتاب يا ستي اسمه ذا سيكريت. الله ده حلو قوي. وايه اللي عجبك فيه بقى؟ يعني التفاؤل اللي فيه. بيقول ان الانسان لما يحب حاجه ويخلص لها ويشوف نفسه فيها بتحصل له. تعرف ان انت تركيبه غريبه قوي؟ ليه؟ خريج تربيه رياضيه ومثقف وبتشتغل سواق، يعني حاجه غريبه شويه. انت ليه متخيله ان اللي بيشتغل شغلانه بسيطه لازم يبقى لابس مقطع وجاهل؟ يعني كل انسان في الدنيا وليه ظروف خاصه في حياته، وانا اتعلمت ابقى راجل من صغري. على فكره شغلانه السواق موفره لي وقت كبير جدا ان انا اخد بالي من اختي، وفي نفس الوقت اكمل الماجستير بتاعي. ماجستير؟ اصلا انا نفسي ابقى مدرب. ادعي لي بقى يا رب. اسف بجد، بس انتي مربكه قوي الحقيقه. انا سامع حد صاحب يتكلم. طيب انا هقوم انام بقى، تصبح على خير. ما بدري. لا يا عم، بدل ما يجي يقول لنا نكته مش طالبه خالص. باي.
باي باي. مربكة قوي 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 يعني. يلا يا شباب. لعيبة اجي من هنا زحمة واروح هنا زحمة. احلى باربيكيو. فكرتني نكتة الباربيكيو. ربيت ام تنحتك. كم مرة في واحد جاي يعمل باربيكيو عمل باربيك مي. عسل يا شنومي. بعدين على اللي انت بقى بتاع اللحمة. عامل قتيل عامل مجنون ويانا يانا يانا حكايتك. نيمت العجلة كده عالشط وحلفت لاجيبها وحياة طن. نيمت العجلة كده عالشط وحلفت لاجيبها وحياة طن. هتروحي مارينا ولا العجمي وراكي لغاية شبرمات. نيمت العجلة كده عالشط وحلفت لاجيبها وحياة طن. نيمت العجلة كده عالشط وحلفت لاجيبها وحياة طن. هتروحي مارينا ولا العجمي وراكي لغاية شبرمات. أمي ما أنا سايبك كل يوم وأكون جايبك. هعمل قتيل هعمل مجنون. انت يا ابني بتعملوا ايه هنا؟ مفيش ما بنعملش. مفيش؟ وايه اللي في ايدك؟ مفيش حاجة. وكده مفيش؟ انت اتجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ وايه اللي انت بتشربه ده؟ ايه يا عم انت بتكلمه كده ليه؟ ده انت يا دوب سواق. سواق؟ ماشي يا عم اشرف، بس يكون في علمك انت وهو انتوا عندكم مليون فرصة، مليون فرصة عشان تبقوا ناس محترمة وكويسة، وفي غيركم بيدور على ربع فرصة يتشعبط فيها بس عشان نفسه يبقى كويس. في ايه؟ مية. تنزل مية دلوقتي يا عبيط؟ انت مش شايف الدنيا تلج ازاي يا ابني والدنيا ضلمة؟ انت هتشوف حاجة؟ عايزين ننزلوا مية دلوقتي. ميت انت وهو، يلا عشان تناموا عندنا سفر بكره. يلا يلا تعال. يا اسطى هيما روح الفل يا هيما. احنا كنا سخفة معاك قوي امبارح. كبير. مش هتعملوا كده تاني؟ اتفضل. اشرب. تمام. طب ما فيش حاجة علينا كده؟ ايه ده؟ يا جماعة حد يجيب مية يا جماعة. مية يا جماعة. بس مريم. بس مريم انت كويسة؟
مس مريم. ابراهيم انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اول ما فقت حسيت ان انت بتخاف عليا اكتر حاجه في الدنيا، وحسيت من نظره الخوف اللي في عينيك كأن بابا واقف قدامي. انا فعلا بخاف عليكي قوي، وطول الوقت حاسس ان انتي مسؤوله مني، بس مش قادر ابين لك انتي مس مريم وانا اللي اسطى ابراهيم. اكيد في فرق كبير بينا. احنا مفيش فرق بينا. انت عارف انا حاسه بايه؟ حاسه ان نفسي تحضني. نعم. احضنك؟ احضنك احضنك اللي هي بتاعتنا دي كده يعني. ايه ده؟ مس مريم، انتي دماغك بقت كويسه؟ ميرسي يا ابراهيم قوي، الحمد لله تمام. الف سلامه عليك. طب اسمع النكته دي. في عرضك يا استاذ، والله انا تمام. ده انا عايز افوقك. مش محتاج نكت والله تمام. انا عايز افوقه. والله فايق يا استاذ، فايق والمصحف. ده نكته حلوه. والله فايق فايق. اسمعها بس. فايق. مس مريم، في حاجه يا ابراهيم؟ النضاره بتاعتك. ميرسي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خلاص. ايه؟ خلاص. في ايه؟ لا قول. كنت عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ خلي بالك من نفسك. باي باي. باي باي. الحمد لله على السلامة. ما كانش ينفع اسيبك زعلانة أكتر من كده. ممكن تديني مفتاح عربيتك للسواق وتيجي معايا؟ معلش يا حسام انا تعبانه، خليها مره تانية. ده أنا جاي لك مخصوص لحد هنا. وبعدين أنت وحشتيني قوي، وكمان كنت قلقان عليكي. بس انا تعبانه قوي النهارده. معلش، هاتي المفتاح. ايوه ملاك، ما بتردش ليه؟ بكلمك من الصبح. الحادثة اللي هي كانت فيها حصلت من امتى تقريبا؟ حوالي 2.5 سنين او اكتر شويه، وساعتها قالوا عندها ارتجاج خفيف هيروح مع الوقت. اصل الحادثة ساعتها سببت لها نزيف بسيط شوية، بس الحمد لله الجسم امتصه واتبقى بس جلطة بسيطة فوق جدار المخ. ودي ليها علاج؟ وقتها كان ممكن تتعالج، بس دلوقتي لازم تدخل جراحي. عملية يعني؟ وكمان غالية شوية. ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ الاسطى ابراهيم، مش بتدوري عليه؟ ما جاش بقالي يومين. طب وما جاش بقاله يومين ليه؟ اصل اخته تعبانه شويه. وحضرتك طبعا معاك رقم موبايله، زميلنا ولازم نطمن عليه. واجب، وحضرتك اول واجب. ربنا يحميك وينور طريقك يا ابني. عايزين نسأله ازاي بيستعد للبطولة. الحقيقة ان انا دايما شكرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. الله، ازاي بتعرف بالظبط ايه؟ حبيبي ايه؟ الحق يا ابراهيم، الحق يا ابراهيم. ابراهيم، قوم يا ابني، قوم استريح شويه، وبعدين هتخرج بكره الصبح ان شاء الله. لا انا مش ماشي معاكم، انا معايا شنطتي وهدومي. ما تقلقش يا ابراهيم. قوم يا ابراهيم استريح، وبقى تعالى لي بكره الصبح خدني. يلا يا ابني، روح صلي الفجر في سيدنا الحسين واستريح شويه، والصبح نجيلها ان شاء الله. يلا.
لا ما انا وديت العربيه تتشد شده تمام عشان تتباع بقى. يلا يا عم ربنا يكرمك. بس انا متضايق قوي يا ملاك عشان تقول. ما تتضايقش، ربك هيعدلها ان شاء الله. خد يالا. انا؟ ايوه انت. الله الله الله. في ايه؟ المرة الجاية مش هنهزر. المشاهدين معانا بطل العالم في رفع الاثقال. عاش يا كفاءة يا بطل. عايزين نسأله ازاي بيستعد للبطولة. الحقيقة ان انا دايما شكرا والى اللقاء في حلقة قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. الله زي بتاعتك بالظبط يا ايمن. واحلى من بتاعتك كمان. حبيبي يا ايمن. هنروح نبيع حتة الأرض اللي في البلد ونرجع على طول. ربنا يحميك وينور طريقك يا ابني. الحق يا إبراهيم، الحق يا إبراهيم. ألو إبراهيم، رد عليا يا إبراهيم. ألو. كده برضو؟ ده أنا حبيبك، تسيبيني يحصل فيا ده كله؟ دم دم وايدي بتوجعني. بس انت حنينه وهتخلي بالك مني. وخلي بالك من فاطمه طيبه وغلبانه. احميها يا عذرا يا ام النور. حادثة ايه بس يا هيما اللي تعمل فيكوا كده؟ ما انت عارفه بقى سواقة عم ملاك. ايه ده؟ مس مريم؟ دوختني عليك. زي ما قلت يا هيما قمر. طب انت بقى اللي يا جدع، اصل هي اتكلمت على الموبايل بتاعك وانا قلت لها ان احنا هنا. انت ما كنتش عايز نعرف ولا ايه؟ ايه بقى؟ ايه اللي في وشك ده من ايه؟ ناموس على شويه جاموس كده. سلامتك يا فاطمه. طب اتفضلوا اوصلكم. لا ملوش لزوم نتعبك، احنا هناخد تاكسي. طيب اوكي على راحتك. على راحتنا ايه هنيجي معاكي طبعا. اتفضلوا. ايه ده رايح فين؟ لازم امشي بقى يا ابراهيم، اتاخرت. ليه انت لازم تقعدي تتغدي معانا؟ لا مش هينفع بقى، خليها مره تانية. طيب. ايه ده انت مش تمسك فيها ولا ايه؟ طبعا اذنكم بقى، هخطف رجلي لشقتنا تحت، اصل احنا جيران من زمان قوي. هبص على صابونه وارجع تاني. يسلمي لي عليه لغايه ما اشوفه النبي. سلام بقى. اسمك ايه؟ باي باي. اعمل لك شاي؟ مش عايزه اتعبك معايا. يا ريت التعب كله يكون كده. دي اوضتك؟ شاي كشري بقى حكايه. فاطمه شكلها حلو قوي في الصوره دي، بس هي ليه مقصوصه؟ ده كتف واحده مش كده؟ دي حكايه قديمه وراحت لحالها. دي واحده جارتنا كنت بحبها ونفسي اتجوزها.
وكنت محافظ عليها حتى ما كنتش بمسك ايدها. يعني عشان ربنا يبارك لنا في الجواز. احلى ليله هشيل ده انا بقى ترويش مع احلى وفي يوم ابراهيم تخيلي بقى اللي حكيتهولك ده. مش خلاص هي ماتت بالنسبه لك؟ ماتت الله يرحمها، كانت بتحب روح الجماعه. اشربي اشربي. وبعدين انتوا ما بتشتغلوش مع اي حد. فوقوا. مش عايز ولا كلمه، في مكالمه مهمه. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ لا حضرتك ما تقلقش خالص، ان شاء الله هكون في مقر الحزب قبل الميعاد بربع ساعه. حاضر يا فندم. حاضر، هبلغهم يا فندم، هبلغ كل الاعضاء. تحت امر حضرتك. مع السلامه. ها قلتوا ايه؟ والغريب ان اللي يضرب او يسرق تلاقيه مش عايز يبين وشه عشان ما يتكشفش. انما الواد كان بيضربني وباصص لي في عينيا قوي كده زي ما يكون قاصدني، بس انت عجبتني قوي. كلت حته قلم. وانت كلت حته جاتوه. اللي بخت اللي بخت. قليل البخت يقعدوا الكلب في المولد، يسيب كل الناس ويقعدوا هو. بس على فكره بتحصل. زمان لما كنت بلعب بوكس كان في عيال تنزل عينيها مليانه شر، ما يهموش بقى، عايز يكسب وبس، ما يهموش يأذي يعور يموت حتى. وانت بقى مين فيهم؟ انا اخر ماتش حسيت ان انا ما اذيتش الملاكم، لا اما شفته مشلول في وسط عياله حسيت ان انا اذيت عيله بحالها. كل ما افتكر اعيط واصلي واقول يا رب سامحني وبطلتها. اكتر حاجه ضحكتني في الخناقه عارف ايه؟ ايه؟ لما الواد كان داخل عليك قلت له لا يا عم انت هتعمل كده؟ لا كده هيستناك هو تعمل له كده؟ كلك قلم على طول. ما الحركه دي عشان تحمي وشك اهو. بص احمي وشي؟ اهو كده كده احمي وشي كده؟ طبعا كده. طب اضرب كده وانت تشوف. بلاش يا عم اضرب، انا اللي بقول لك اضرب. بلاش، انت راجل كبير بلاش. اضرب بس. قطاع الطريق. مستر شرنوب الحمد لله بخير. اتفضلوا على الفصول. يلا بنظام بنظام. الظاهر ان احنا غلطنا في البدايه، ان احنا وافقنا انك تشتغل معانا. اتفضل اتفضل سلم عهدتك وسيب المدرسه دلوقتي حالا يا استاذ شرنوبي. ايه يا ابراهيم مش تاخد بالك؟ انا مش حذرتك انك تاخد بالك؟ يا استاذ شرنوبي حرام، هيما ملهوش اي ذنب. ده لو اي سواق تاني كان زمان الباص ده اتقلب بينا. انتوا لو كنتوا شفتوا عمل ايه علشان ينقذ الاطفال كنتوش عملتوا فيه كده. معلش يا ابني، نفذ اللي قالت لك عليه وان شاء الله بكره ربنا هيحلها ان شاء الله.
مش قادر اتكلم. فك بقى شويه. تمام. مساء الخير. 2 قهوه مظبوطه لو سمحت. مش مظبوطه برضو؟ بذمتك مش مستغربه من كل اللي بيحصل لي ده؟ والراجل بيطاردني في كل مكان ده. انا مش عارف يعمل كده ليه، ولا ده يطلع مين اصلا؟ انا ما اتعودتش اشوفك كده يا ابراهيم. وبعدين يا اخي ده احلى حاجه فيك انك دايما قد كل المشاكل اللي بتحصل لك. بس انا تعبت. اللي زيك ما ينفعش يقول كده يا ابراهيم. انت في ناس متعلقه في رقبتك، انت مش لوحدك. وبعدين امال فين ابراهيم بتاع الحسين، الواد الجدع الكابتن اللي ما حدش يقدر يغلبه ابدا؟ بس انا بقى اقدر اغلبك. هات ايدك هعلمك لعبه. اعمل كده. يلا يلا هات. اعمل كده. دي التحيه. بص، اللي يمسك صباع التاني يبقى 1-0. ازاي يعني؟ بس غلبتك 1-0. ايه انا لسه لعبت، انا لسه بتعلمها. انت هتخمي؟ خم يعني بتنصبني كده يعني. بنصب. بتسرقي يعني، في احتيال في الموضوع. انت وعرفت منين انها وقعت من فوق؟ يا بيه واحنا قاعدين سمعنا صوت حاجه رزعت جامد قوي وقلنا قنبله اتخضينا لقيناها ست نانا صاحبه الشقه دي. روح انت. كانت ست طيبه قوي قوي يا بيه. خلاص روح انت. ماشي يا بيه. هنا ده جنب الشقه. انت محمد شوقي؟ انا محمد شوقي. سيادتك علينا الشوق ولا مؤاخذه، حتى انا لسه مطلع الرقم القومي. فين بنتك اللي اسمها نور؟ نور لا مؤاخذه عيانه جوه سخنه وملهلبه. البنت سخنه ملهلبه والله عيانه يا باشا. الشبشب ده بتاعك؟ انت ايوه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ منعوا الشباشب. اخرس. في سرقه حاجه؟ انا بنتي مش حراميه، انا مربيهم كويس لا مؤاخذه. انا اللي خدناه من شغل البيت. انت هتحكي لي قصه روح امك؟ انت امبارح مشيتي امتى من بيت القتيله؟ قتيله؟ عيله هتقتل يا باشا. احنا ناس شوفه بناكلها معايا جبنه. انت بتشتغل ايه؟ انا مشرف. مشرف على مين؟ على عيالتي. هتقول البنت دي على البوكس ابوس ايدك. ابوس ايدك يا باشا. البنت عيالة هتموت مني. ابوس ايدك واما تشد حيلها باذن الله انا هجيبها لغايه حضرتك وفوقيها بوس. اسمع. ايوه بكره الصبح، بكره الصبح البنت دي تكون على مكتبي، فاهم؟ حاضر. انا على عيني والله يا هيما. انت عارف انا ما اعزش عنك حاجه ابدا، بس التاكسي ده عليه سواق وانا ما اقدرش اقطع عيش حد. ما تشوف لك صرفه يا معلم. هيما في زنقه واحنا كلنا لازم نقف جنبه. يا معلم انا رجلي دابت من كتر التدوير على شغل. بصراحه كده ما ينفعش اقعد عاطل، انا لازم اشتغل. ما البلد مليانه شغل. شغل؟ اللي يقول لك شغل ايه يا عم؟ حد لاقي العيش يا معلم؟ دورها في دماغك بس وانت تلاقي لها حل. انا عارفك. اسمع، علشان انت واد جدع وتستاهل، التاكسي ده له عندي في اليوم راحه 10 ساعات، عشان خاطرك هخليهم ساعتين بس. وحلال عليك التاكسي عامل من 9 بالليل ل5 الصبح، ورزقي ورزقك على الله. اهو كده. ربنا يبارك لك يا معلم. اللي تعرفه عن القتيله؟ القتيله كنت معزومه مع واحده زميلتي في عيد ميلاد، بدات اشوفها هناك. الرمال مرتبطه؟ عندك كام عيل؟ مريم مدحت رشدي، عندي 26 سنه، ساكنه في مصر الجديده. تعرفي ايه عن القتيله؟ معرفش عنها كتير، انا بقابلها مره او مرتين في السنه، ده لو اتقابلنا اصلا. اخر مره شفت المجني عليها امتى؟ يوم عيد ميلادها. تعرفي اي حاجه عنها او عن علاقاتها الشخصيه؟ احنا ما بنتقابلش غير مره او مرتين في السنه، يبقى ازاي هعرف حاجه عن حياتها الشخصيه؟ وبعدين انا مش فاهمه انا موجوده هنا ليه اصلا. لقينا اسمك ورقم تليفونك ضمن اسماء كتير عند المجني عليها. على العموم احنا متشكرين، ولو احتاجنا لك هنبقى نتصل بيكي. وانا قاعده في الاوضه سمعت الست بتتخانق مع الضيف اللي يعني، وهو فضل يضربها جامد وانا خفت وجريت. شفت الضيف اللي كان معاها ده قبل كده؟ لا ما شفتوش. لو شفتيه تعرفيه؟ تعرفه دي تربيتي. اخلص انت. لو شفت الراجل ده تعرفيه؟ اعرفه. بس يا ستي، وشغلني على التاكسي.
مش قلت لك هتتعدل؟ الحمد لله. كله بيعدي. مريم، ممكن اسالك سؤال؟ اسال. هو اللي انت كنت بتكلميه في الرحله في الباص هو نفس اللي جه خدك من المدرسه؟ ايوه هو مين؟ واحد اسمه حسام، مصمم انه يتجوزني، اقتحم حياتي فجأة وعارف كل تفاصيلها. وانت ايه؟ ما ردتيش يعني؟ انا ما اتعودتش اعمل حاجه مش حاساها. ايوه بس هو شكله يعني مستواه الاجتماعي مناسب ليكي اكيد هيساعدك يعني. انا عايزه واحد ابيض. لا مش ابيض من هنا، ابيض من جوه. انا عايزه احب واتحب اطمن على نفسي مع واحد. مريم، انا ليه حاسس دايما ان عينيكي فيها حزن؟ كل ما بشوفك بحس انك عايزه تعيطي. ليه كده؟ هو انت مش مبسوطه؟ تعرفي يا مريم ان انا حلمت بيكي قبل كده؟ اه والله. عارفه كمان قلت لي ايه في الحلم؟ ايوه قلت لي انا نفسي تاخدني في حضنك. اه والله قلت لي كده، والله قلت لي كده في الحلم. ايه؟ حلم يعني عادي يعني حلم يعني. بس ساعتها ما كنتيش بتعيطي، ولو ان يعني شكلك حلو وانت بتعيطي، بس ده مش معناه انك تعيطي. انت قمر في كل حالاتك بصراحه. جريء انا النهارده زياده شويه معاك. طيب مفيش حاجه زي الحلم كده؟ اقصد يعني ان ايوه اعرف. شبه ده؟ تقريبا شبهه قوي. احنا هنوريكي صورة يمكن تتعرفي عليها، أو يمكن تكوني شفتيه مع المجني عليها. يا فندم انا سبق وقلت لحضرتك ان ما كنتش بشوف المجني عليها غير مره مرتين في السنه، يبقى ازاي بس كمان هشوف معاها حد؟ دي مجرد إجراءات يا نسا مريم. بصي على الصورة دي كده. تعرفي صاحب الصورة دي؟ لا اكيد مش هو. مش هو مين؟ لا انا اقصد ما اعرفوش. متأكدة؟ ايوه طبعا متاكده. مريم، ابراهيم انت تعرف اللي اسمها نانا دي منين؟ نانا مين؟ نانا الممثله. وقعت يا ابراهيم. ايه؟ ما تنسوا البيت بسرعه. يا مريم في ايه؟ متشكرين يا نسا مريم، وفرت علينا دوخه كبيره. اوعى. في ايه يا هيما؟ ما اعرفش. ما تعرفش في ايه؟ في انك متهم بقتل الممثله نيره السيد احمد الشهيره بنانا. هاتوه. ايه الكلام ده يا عم؟ توته. ما تسيبنيش يا ابراهيم. توته. اوعى يا عم. اوعى. انا بقتل يا بنات. فاطمه. فوقي يا بنتي، فوقي ما توجعوش قلبي. يا ابراهيم، مش ناوي تطلع جدع كده وتعترف باللي حصل؟ يا فندم اكيد في حاجه غلط، واكيد الجريمه دي ما تخصنيش انا، اكيد في سوء تفاهم يا فندم. دي فنانه معروفه وانا اعرفها زي اي حد ما يعرفها. طب والصور والمجلات المقصوصه دي بتعمل ايه عندك؟ ده حتى اخبار الحادثه انت محتفظ بيها. طب بلاش كل ده، والبنت اللي ادتنا اوصافك واتعرفت على صورتك، قول انت بقى. يا فندم زي ما قلت لحضرتك، اقسم بالله ما اعرف حاجه عن المجلات دي، وما اعرفش مين اللي جابها عندي اساسا. يا فندم بعد اذنك، انا اختي تعبانه ولازم ابقى جنبها دلوقتي، وكفايه المنظر اللي شافتني فيه. تعبانه؟ بقول الكلام ده في النيابه يالا.
هو ده. هو ده ايه؟ انت هبله ولا ايه؟ هو ده ايه؟ ما تصدقهاش. شفتيني قبل كده؟ ردي، شفتيني قبل كده؟ بس يا ابراهيم يا فندم، انت كانت هتشاور على اي حد. بس يا ابراهيم، خد الناس دي كلها بره. عندك محامي يا ابراهيم؟ المحامي ربنا يا فندم. اكتب يلا. بعد اجراء العرض القانوني للمره الرابعه تعرفت شاهده الاثبات نور محمد شوقي على المتهم ابراهيم عباده محمد عباده، وبناء عليه قررنا الاتي. حفيد خير. مساء النور. مساء النور. ايه اتاخرت كده ليه؟ كنت في المستشفى عند واحده صاحبتي اللي حكيت لك عنها. طيب مدام مريم وصلت بقى اقوم اعمل لك عصير برتقال فريش بنفسي. لا ما تتعبش نفسك يا عم. لا يا ابني مفيش تعب ولا حاجه. انا اسف، ما كانش قدامي حل غير كده. بطلبك كتير من الصبح وانتي ما بترديش. مريم، انا مش فاهم في ايه اللي بيحصل. كل ده علشان السواق؟ سواق؟ عموما انا طلبت ايدك من باباكي وعاوزك تفكري كويس قوي. انا متاكد ان انتي مش هترفضي. عنك يا عم. تسلم ايدك. تسلم حبيبي. على فكره انا مضطر امشي، بس ما دام حضرتك اللي عامله يبقى لازم ادوق. بالهنا والشفا. طب اتفضل. لا يا دوب. مرة تانية بعتذر إن أنا جيت من غير ميعاد. لا يا ابني عادي مفيش حاجة. هبقى أكلم حضرتك بعدين. إن شاء الله. عن إذن حضرتك. مع السلامة. تصبح على خير. مع السلامة. مع السلامة. إيه؟ مالك؟ طب إيه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا لازم يتقال عليها مجنونه اللي ترفض عريس زي ده، بس انا قلقانه ومش حاساه. عايزة رأيي؟ تبقى مجنونة اللي تقبل عريس قلقانة منه ومش حاسة بيه. على فكره يا ابراهيم، حظك كويس قوي. تقرير الطبيب الشرعي يجي في صالحك. الحمد لله يا فندم. يخلى سبيل المتهم بعد التاكد من محل اقامته، وعلى الشرطه اجراء المزيد من البحث والتحري عن المتهم الحقيقي. اجراءاتك ناقصه يا عصام بيه. قلت لك ياما في الحبس انا ظليم، اتريقت عليا وضحكت وقلت لي احنا ما بنظلمش حد. اديك ظلمت بقى. هموت واشوفه، هو اللي ليا في الدنيا دي يا ملك. بعد الشر عليكي، هو خد براءة خلاص. يعني هنلاقيه معانا النهارده بكره بعده، هنلاقيه في وسطينا وهتشبعي منه. الله معنا فمن علينا. خلي بالك انت بس من صحتك. هيما. ابراهيم. وحشتيني يا عم. الحمد لله الحمد لله يا رب، والله انا كنت لسه بدعي اني اشوفك. سلامتك. ما تعيطيش بقى. مش انا قلت لك قبل كده لو كل الناس اتجمعت عشان تأذي حد اتظلم وربنا مش عايز مفيش حاجه هتحصل له؟ طب ما انا قدامك اهو، مفيش حاجه حصلت لي. شفتي شكلي بقى عامل ازاي؟ بقيت شبه الواد صابونه. الحمد لله على السلامه. مش قلت لك ربنا كبير؟ بعدين اللي بيعيا بيبقى زي القمر كده. مربكة قوي 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 يعني. عارفه يا مريم ان انا حلمت بيكي قبل كده؟ قلت لي انا نفسي تاخدني في حضنك. طيب مفيش حاجه زي الحلم ده. بتسرقي يعني، في احتيال في الموضوع. كل ما بشوفك بحس انك عايزه تعيطي. بس انا واثق ان انت حبيبتي هتاخد القرار السليم. دي قطة؟ فاطمة شكلها حلو قوي في الصورة دي، بس هي ليه مقصوصة؟ ده كتف واحدة مش كده؟ تعرف ان انت تركيبة غريبة قوي، خريج تربية رياضية ومثقف وبتشتغل سواق، يعني حاجة غريبة شوية.
يا ترى جايه وجايبه لي مين وراك المره دي؟ انا اتلخبطت قوي اول ما وروني صورتك، اتلجلجت، بس قلت لهم برضه ان انا ما اعرفكش. ما فكرتش ابدا ان البوليس ممكن يكون جاي ورايا. كل اللي فكرت فيه ان اجي بسرعه عشان احذرك وكمان افهم منك، بس النهارده بقى تفهمي ايه وزفت ايه؟ انت عايزه ايه مني اصلا؟ انا اختي في المستشفى بسببك. ممكن تسمعني الاول وبعدين تتكلم. انا لا عايز اسمع ولا اشوف وشك هنا تاني. بره. ايه ده عيب كده؟ لا انت اتجننت. عايزه مني ايه هي دلوقتي؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسها؟ جايه ليه؟ عارف انا جيت ليه؟ جيت عشان احساسي بانك اتظلمت، واحساسي كمان اني كنت فاكره انك اقرب واحد ليا في الدنيا، بس الظاهر ان انا كنت غلطانه. حرام عليك يا اخي، البنت بتحبك، انت ما شفتهاش عملت ايه عشانك، كانت هتموت نفسها. ما تظلمهاش يا هيمه، لو كل واحد وقف للي بيحبه على غلطه ما يقصدهاش عمرنا ما هنلاقي حد نحبه. عيش نايم. مريم انا عايز اتكلم معاك شويه. ممكن؟ مريم لازم تعذريني. انا اللي حصل لي ده كان ممكن يهد بالك، وكفايه الظروف اللي تعرضت لها في الفتره الاخيره. مريم اكيد انا ما اعرفش الممثله دي، وكمان قتلتها. ما اعرفش ازاي الحاجات دي دخلت بيتي. لا وفوضى نوم، ما اعرفش ازاي البنت الصغيره شرحت مواصفاتي. اكيد في حاجه غلط في الموضوع ده انا مش عارفها. وانا قربت اشك في نفسي. يا ابني ما انا عشان كده جيت لك. انا قلت نقعد نفكر مع بعض يمكن نوصل لحل. هو انت فاكر يا ابراهيم ان انا ممكن اصدق ان انت تعمل كده؟ انت اللي اتعصبت عليا وطردتني من بيتك. خلاص بقى، انا مش عايزه افتكر اللي حصل ده. مريم انا بحبك، وبحبك قوي لدرجه ان مش هقدر استغنى عنك. برافو برافو. ايه كمل، سكت ليه؟ اعتبرني هوا مش موجود خالص، كمل. طيب كنت بقول ايه؟ انا بحبك ومش هينفع استغنى عنك، واللي يقرب لك هنسيفه. الله، تصدقني اشعرت بقى هو ده اللي انت سايباني علشانه؟ ايوه هو ده. ده اللي انت ما بترديش على تليفوناتي علشانه؟ بص يا مريم، اذا كان الاخ ده صعبان عليكي ممكن نديله قرشين في ايده ولا نشوف له شغلانه. وانت يا ابني؟ ابنك؟ نعم يا بابا. تبقى عبيط لو فكرت في غير كده، فاهمني؟ حبيبي خليك في اللي انت فيه، انت مش ناقص. انت حبيبي في الليله دي كلها كبيرك انك تسوق لنا العربيه اللي هنتزف فيها. ياه، ايه الكرم ده كله؟ انا بقى مش هرد عليك عشان هي قاعده. الرجاله بتعمل كده. رجاله طب قوم يا مريم. انت مجنون يا عم ولا ايه؟ مش شايفها قاعده مع راجل؟ يعني انت مش هتقومي؟ لا مش قايمه، وعيب قوي اللي انت بتعمله لغايه كده، وكفايه لو سمحت. سمعت؟ اتكل بقى، ما تحرجش نفسك اكتر من كده. ماشي يا حسام بيه، لو فيها رساله مني والنبي وانت خارج كده يبقى تطلب لنا 2 عصير كيوي. اوعى يالا. الله الله الله، وحشيش كمان يا روح امك. والله يا سعاده الباشا انا شايل الشقه كده. حلو قوي.
فاكر لما تعزل مش هعرف اجيبك يالا؟ هو في يا باشا؟ وانا لا مؤاخذه بهرب دي؟ احنا ناس غلابه على باب الله. الله الله الله، وايه العز ده؟ ده انت ربنا فاتحها عليك من واسع اهو. ايه العز اللي انت فيه ده كله؟ منين العز ده يالا؟ من موسكي، من موسكي. انت هتستعبط يالا؟ بقى كل الحاجات دي من شويه المناديل والورد ده؟ رزق يا باشا رزق، لا مؤاخذه عرق جبينك. اسمع يا محمد شوقي، وحياة امك لو ما اعترفت للبسك انت وبنتك القضيه دي. وانت يا بت، مين اللي قال لك توصفي القاتل بالشكل ده؟ ابويا هو اللي قال لي اعمل كده بعد ما خد الفلوس من الراجل. حلو قوي. قتل، شهاده زور، مخدرات. ايه رايك؟ هعترف لسيادتك بكل حاجه بالتفصيل. لا ده احنا بقينا زي الفل وكل يوم بنحلو اكتر. شكرا يا دكتور. شد حيلك يا ابراهيم، العمليه لازم تتعمل في اسرع وقت ممكن، ما ينفعش نتاخر عن كده. ربنا معاك يا رب. شكرا يا دكتور محمود، تعبناك. ايه بقى؟ الدكتور هيعكسك قدامي ولا ايه؟ اسمع الاقوال الجديده دي يا حازم بيه، والشخصيه اللي هيتكلموا عنها دي عندها حصانه. مفيش حد فوق القانون. السلام عليكم. اهلا يا صابونه، اتفضل. ازيك يا صابونه؟ والله فيك الخير. انا جيت بس عشان خاطر الاموره وعدم التربه. وايه الجنينه اللي انت جايبها دي؟ ده اغلى ورد موجود في السوق. ورد؟ هي وردايه واحده. طب دي قولها بقى. لا اصل رايح ازور ناس تانية. هروح اجيب حاجه نشربها. الناس دول راحوا متهجمين علينا، فيهم واحد الزعيم بتاعهم طويل واسمر ورفيع، جايب شعره وعامل كده. طلعوا لنا شويه صور كده لواحد راجل، البنت شاورت عليه حضرتك في طابور العرض. فاطمه اتخطفت يا هيمه، استنى خدنا معاك. سمعت صوتها بتسرح، خرجت وبصيت لقيتها معاه وكانت بتقول له هتسيبني يا حسين. مفيش حاجه ببلاش يا ماما. اتفرجي، شوفي انت عايشه فين. كل ده بفضلي انا. فاهمه يعني ايه بفضلي انا؟ وبعدين انت لو نطقتي بكلمه تانية مش هرحمك. على اساس انك راجل قوي يعني. طب ومسك فيها ليه وانت عارف انها ما بتحبكش ومش طايقاك؟ ما تروح تتشطر على حته العيل اللي خطفها منك. بتضربيني انا يا بنت الكلب. بتضربيني انا يا واطيه. بس مش عايزه اشوفك تاني. وصل لي مكتب السيد النائب العام. ما تنسيش هتعملي زي ما قلت لك. طيب اوكي. هترجعي تاني في نفس المكان ده. بسرعة بسرعة. مساء
عايزاك في خدمه صغيره، ممكن؟ انا معايا بس فستان في العربيه وفرح واحده صاحبتي هنا قريب، فكنت عايزه مكان كده امان اغير فيه بس من غير ما حد يشوفني. ارجعي انت يا مريم، لو اتاخرت عن ربع ساعه اطلبي البوليس. مساء الخير يا كينج. مساء النور يا فيكو. الأمانة وصلت؟ تمام يا فيكو. عفارم عليك انت والرجاله، انا مبسوط منكم قوي. احنا ما بنهزرش يا كينج. طب خد لك درينك. تشيرز. يا اخي عمال تقول لي البت صغيره البت صغيره، بالعكس دي طلعت بونبونايه مقشره. أي خدمة يا كينج. الأمانة دي تروح توديها للجماعة، بس خد كل الرجالة معاك عشان ما لهمش أمان، ممكن في أي لحظة حركة غدر. ماشي؟ دونت وري يا كينج، وبالهنا والشفا البونبوناية اللي جوه. ربنا معاك يا فيكو. بيقولوا عليكي صغيرة، بس أنا بقى شايف إنك أنتِ مزة، وأنا أقدر المزز كويس أوي. بقولك إيه؟ ما تيجي أزقز فيكي شوية. ما تخافيش يا فاطمة. يا حسام بيه بنفسه هو اللي خطف أختي الصغيرة؟ أنا اللي خطفت أختك، وأنا اللي سجنتك، وأنا اللي قتلت نانا، وانا اللي هقتلك دلوقتي، بس ما تقاطعش. قول يا رب. يا رب. تعرف يا حسام بيه، انا عمري في حياتي ما قلت يا رب وربنا خذلني. انت حسام بيه بقى قدوه، انت اللي بتطلع في التلفزيون تدافع عن قضايا المجتمع. ما هو المجتمع ده هيفضل طول عمره فاشل طول ما في امثالك من اللي بيحقدوا علينا وبيبصوا لنا في رزقنا. انت يا ابني ليه مش قادر تصدق ان الدنيا دي مخلوقه طبقات؟ ده حتى ربنا اللي بيقول كده. ربنا؟ كويس انك عارف ربنا. ربنا فعلا يا حسام بيه خلقنا طبقات، بس خلقنا طبقات عشان نكمل بعض، مش عشان ندوس على بعض. انت ازاي متصور مهما بعدت بخيالك انك ممكن تاخد حاجه انا عاوزها؟ انت اتجننت؟ مجنون. يا ابراهيم ايه ده؟ حسام خش خدي فاطمه بسرعه وانزلي. ما تخافيش يا فاطمه، ما تخافيش. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ قلبت قطه يعني يا حسام بيه؟ ها؟ من شويه كنت ما بتخافش وبتسرق وبتقتل وبتسجن، صح؟ بس تصدق عجبتني؟ عجبتني قوي. طلعت راجل مؤمن، مؤمن بجد. متخيل ان شغلك الوسخ ده رزق. طب بس ايه ده؟ ايه ده؟ بص انا هديلك كل فلوسي وحتى مريم مش عايز اخدها. ابوس دماغك. نزل ده. ليه كده؟ ليه؟ ليه كده؟ ليه؟ اخر حاجه كنت ممكن اتوقعها في حياتي ان انا ممكن اقتل بجد. لا بس انت اللي وصلتني لكده. لا 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 لا
فاطمه كويسه؟ اغمى عليها، يلا بسرعه على المستشفى. انت بتعمل ايه هنا يا ابراهيم؟ وفرت عليك كتير يا باشا، اللي انت عايزه فوق. ممكن امشي عشان اختي بتموت ولا اسيبها تموت عادي؟ تقدر تمشي. شكرا يا باشا. بس بكره الصبح تعدي عليا عشان نقفل المحضر. ماشي. ابراهيم متزعلش مني وحقك عليا. ويا عم ياما في الحبس مظاليم. مش قلت يا رب وربنا استجاب. يعني ايه؟ يعني اختك كلها ساعه وتفوق من البنج وتقدروا تشوفوها وتقعدوا معاها. يعني العمليه نجحت؟ نجحت. الف مبروك. الف مبروك يا ابراهيم. ربنا يخليك يا دكتور. توته خفت يا مريم. توته خفت يا مريم. الحمد لله. توته خفت يا بنات. يا دكتور انا عارف ان ما ينفعش اخد اختي غير لما ادفع كل الفلوس. مفيش اي طريقه ممكن تعملها لي اخدها معايا النهارده وباذن الله يومين وابقى سددت لك كل الفلوس. الفلوس كلها اتسددت يا ابراهيم. مين سددها؟